مرحبا بكم في عالم المعرفة. هل تعلم أن إفريقيا هي قارة التنوع الثقافي والعادات الفريدة؟ بعض القبائل هناك لديها تقاليد غريبة لن تصدق وجودها. في هذه الحلقة سنأخذكم في رحلة مذهلة لاستكشاف أغرب العادات لدى القبائل الإفريقية، بدءا من طقوس الجمال الغريبة إلى عادات الاحتفال بالمناسبات. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتبقى على إطلاع على كل جديد من أسرار العالم. تشتهر نساء قبيلة الهيمبا باستخدام خليط من الطين الأحمر والدهون الحيوانية لتغطية أجسادهن وشعورهن. هذا الطين ليس فقط رمزاً للجمال، بل أيضاً وسيلة لحماية البشرة من أشعة الشمس القاسية. الطين الأحمر يمنحهن لوناً مميزاً ويعتبر معياراً للجاذبية. يقال إن شعر الهيمبا يستغرق ساعات لتزيينه بهذه الطريقة الفريدة. تعد أطباق الشفاه من أغرب رموز الجمال لدى قبيلة السورما. تقوم النساء بثقب شفاههن ووضع أطباق طينية تتسع تدريجياً مع مرور الوقت. كلما كبر حجم الطبق، زادت مكانة المرأة الاجتماعية. تشتهر قبيلة الماساي بطقوس رقصة القفز الشهيرة. أثناء الاحتفالات، يتنافس الرجال في القفز عالياً بشكل متكرر. القفزة الأعلى تعتبر رمزاً للقوة والمهارة. قبيلة الفولاني معروفة بطقوس الجلد التقليدية كاختبار للرجولة والشجاعة. الشباب يتبارزون عن طريق الجلد، ومن يتحمل الألم دون أن يظهر أي تعبير يعتبر الأقوى. هذه الطقوس تعزز مكانة الفرد داخل القبيلة. تؤمن بعض قبائل البنتو بأن التواصل مع أرواح الأجداد يمنح القوة والحماية. يتم ذلك عبر رقصات واحتفالات خاصة تستمر لساعات طويلة. يعتقد أن الأرواح ترشدهم في حياتهم اليومية. إفريقيا مليئة بالعجائب، وعادات القبائل الأفريقية هي دليل على التنوع الثقافي والتمسك بالتراث. إذا أعجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من المواضيع المثيرة. اكتبوا في التعليقات أي عادة من هذه العادات أثارت دهشتكم أكثر. شكراً لمتابعتكم. نراكم في الحلقة القادمة من عالم المعرفة.